التركيز في المذاكرة بيحتاج لمجهود ذهني عالي، وعشان نساعد في تقوية الذاكرة والتركيز هنحتاج للتغذية السليمة والاهتمام بالفاكهة الطازة. والنهاردة هنعمل عصير التفاح والموز والمكسرات عشان نساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. ويلا نعرف فوائد فاكهة التفاح الأخضر. يعتبر التفاح الأخضر مهم في تحسين وتنشيط عمل المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ومن فوائد فاكهة التفاح الأخضر إنه بيساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض والالتهابات، عشان في التفاح فيتامين سي ومضادات أكسدة. ويعتبر التفاح الأخضر بيساعد في الوقاية من النسيان ومن الإصابة بمرض الزهايمر، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان في التفاح الأخضر مجموعة فيتامين بي المهمة في تحسين عمل المخ والأعصاب، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة. وآخر معلومة عن فوائد فاكهة التفاح الأخضر إنه مهم في تحسين عمل الجهاز الهضمي ومفيد في تسهيل عملية الهضم، عشان التفاح مليان فيتامينات. وبكده يبقى احنا عرفنا فوائد التفاح الأخضر، وأهمها إنه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير التفاح فاكهة الموز، عشان الموز مهم في تحسين نشاط المخ والوظائف المعرفية. ويعتبر في الموز فيتامين بي 6 المهم في تحسين الوظائف الإدراكية، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد الموز زيادة الطاقة والنشاط في الجسم، عشان الموز مليان فيتامينات ومعادن. ويعتبر بفاكهة الموز ألياف غذائية بتساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك. وكمان الموز مليان عناصر غذائية وفيتامينات بتساعد على تحسين عمل المخ، فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر الموز فاكهة مهمة أيام المذاكرة، عشان بيساعد على علاج القلق والاكتئاب وقت المذاكرة. وآخر معلومة عن فوائد الموز إنه مهم في تقوية القلب وبيساعد على الحماية من أمراض القلب. ويعتبر الموز بيساعد على التحكم في ضغط الدم، عشان في الموز ألياف ومعادن زي البوتاسيوم. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد الموز، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير التفاح والموز مكسرات عين الجمل، عشان مهم في تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر عين الجمل مليان ألياف وفيتامينات ومعادن ودهون صحية، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. وكمان في عين الجمل أوميجا 3 المهم في بناء خلايا المخ، وبيساعد على الحفاظ على النشاط الذهني. ويعتبر عين الجمل مهم في تقليل القلق والاكتئاب وقت المذاكرة، فيساعد على تقوية الذاكرة وزيادة التركيز. ويعتبر عين الجمل مهم في تحسين ضغط الدم اللي في الجسم. ويعتبر عين الجمل مهم في تحسين صحة الأمعاء ومفيد في تسهيل عملية الهضم، عشان عين الجمل مليان ألياف غذائية. ويعتبر عين الجمل مليان منجنيز ومغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم وفيتامين بي وفيتامين اي، فيساعد على زيادة النشاط والطاقة في الجسم. وكمان بيساعد على تحفيز المخ على التركيز في المذاكرة. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض فوائد عين الجمل، واهمها انه بيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير التفاح والموز والمكسرات مع بعض. هنجيب تفاحة متوسطة ونغسلها كويس، وبعد كده نقشر التفاحة ونشيل منها البذر. ويلا نحط التفاحة في الخلاط بسم الله، ونزود صباع موز، وبعد كده نضيف كوباية مية، وبعد كده نضيف معلقة مكسرات عين الجمل المطحون أو أي نوع من المكسرات اللي موجودة عندنا، ونزود على عصير التفاح معلقة عسل أبيض، ونشغل الخلاط. وبكده بقى عصير التفاح والموز جاهز نشربه. وسيبولي رأيكم في عصير التفاح والموز تحت في التعليقات. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع اصحابكم عشان يستفادوا. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وعشان القناة تكبر ويبقى فيها حلقات اكتر عايزين دعم ليكم للقناة.